اللي احنا شايفينه مع بعض ده تحلية سهلة وبسيطة جدا، وعايزة اقول لكم لما شفتها عجبتني جدا، ولما نفذتها لا بجد تحفة جدا، ولما عملتها ودقتها بقى يا سلام، لا بجد واو يا جماعة. لما تجربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. لايك وشير للفيديو، يلا نسمي الله ونبدأ وصفتنا الجميلة. ومعايا البسكويت، والبسكويت ده الاساس بتاعي في الحلوى اللي هنعملها النهارده مع بعض ان شاء الله. وهستخدم 3 باكت من البسكويت. الباكت الواحد عباره عن 110 جرام. تمام. بسكويت شاي ساده خالص، مفهوش اي منكهات ولا جوز هند ولا اي اضافات تماما. وببدا ان انا افرغ محتويات الكيس زي ما احنا ما شايفين كده، بس مش هستخدم الكميه كلها في القالب اللي انا هعمله. وهنشوف مع بعض ان شاء الله. كده خلصنا البسكويت وبقى تمام وجاهز معانا. هو يفضل يكون مربع او مستطيل بالشكل ده. ومعايا في بولة صغيرة هنزل فيها بلبن حليب. اللبن تقدري تستخدمي اللبن البلدي او اللبن المبستر زي ما احنا ما شايفين مع بعض. تمام. اللبن جاهز معايا، مش سخن ولا ساقع خالص، اللبن عادي جدا. وهنزل عليه بكوكس زي ما احنا ما شايفين، مشروب الشوكولاتة ده الكاكاو المحلى او الكاكاو بالسكر زي ما احنا ما شايفين مع بعض. عايزه اقول لكم معلقه صغيره بس على كميه اللبن بتاعتي، ولو حابين تستغنوا عنها مفيش مشكله تماما. وتقدروا تضيفوا معلقه صغيره من السكر ومعلقه صغيره من الكاكاو العادي الخام. تمام جدا. وبنقلبهم سوا ونركنهم جانبا. وهقول لكم على كوكس دي واحنا شغالين ان هي ما شاء الله شركة ممتازة جدا. ومعايا ده ربع كيلو من الكريم شانتيه في بولة تكون جافة ونضيفة تماما. وبنزل بربع كيلو 250 جرام من الكريم شانتيه المتحدة. ده محلى مش خام، وعليها بمعلقة كبيرة من البستر كريم. وبنزل باللبن المثلج، وتقدري تستخدمي المية، لكن الصراحة أنا بحب جدا استخدم اللبن. استخدمت قد ايه من اللبن الحليب؟ استخدمت حوالي 400 جرام من الحليب على ال 250 جرام. كده بقى تمام وجاهز معايا. وجهزنا هنا البسكويت جاهز معانا، وكمان التسقية او التشريبة بتاعت البسكويت جاهزة، والكريمة. القالب اللي انا هستخدمه ده القالب سهل الفتح اللي انا استخدمته معاكم في التشيز كيك، شوكولاتة او مانجا او فراولة، ما شاء الله تحفة جدا. القالب ده له فتحة من الجنب زي ما احنا شايفين، بيكون سهل الفتح. تقدري تستخدمي اي صينية متوفرة عندك او بايركس ازاز، تمام جدا ما فيش مشكلة خالص. هنا ببدأ ان انا انزل البسكويتة في التسقية او التشريبة بتاعتنا، ومنها على القالب على طول بالشكل ده بدون اي دهن خالص او اي كريمة. هو هيثبت لوحده وهيبقى تمام جدا. بنزل بكل الكمية. عايزه اقول لكم النوع ده من البسكويت طعمه لذيذ جدا، بدون ما نسقيه في اي حاجه او بدون اي اضافات. ما شاء الله يعني تيجي تاكليه تحس ان هو فيه طعم اللبن، فهو لذيذ جدا الصراحه. كمان كوكس عايزه اقول لكم ممتازه في كل حاجه. البيكنج باودر ممتازه، كمان في الكاسترد ممتازه، في مشروب الشوكولاته. يعني هي مميزه الصراحه في المنتجات بتاعتها. فهي مميزه وجميله الصراحه. وعايزه اقول لكم كمان لما نكون هنجيب كميه زي كده، يعني البرطمان على بعضه، فلازم طبعا نكون واخدين بالنا من الصلاحيه، علشان لو قعدت عندنا وقت اطول. هنا خلصت الصف الاول بتاعي من البسكويت، وزي ما احنا ما شايفين القالب بتاعي في زي كيرف كده دائري من الأحرف، فمش واخد معايا الشكل المستطيل كامل أو المربع كامل، لأ. فعلشان كده أنا كنت بقطع بعض من البسكويت وأقفل بيها الأجناب، وبنزل بالكريمة، وهبدأ إن أنا أوزعها كلها على القالب بتاعي. ونقدر نستبدل البسكويت الابيض بتاعنا ببسكويت شوكولاته، مفيش مشكله خالص. يعني لو حابه تستخدمي شوكولاته تمام جدا هيبقى كويس معاكي. وبعد ما وزعنا الكريمه بالشكل ده بالسكليبر، وببدا ان انا اظبطه علشان ياخد الشكل المظبوط معايا. تمام. باي مقطع موجود عندك او اي حاجه تقدري تستخدميها، مفيش مشكله خالص. هبدا ان انا اكمل باقي الطبقه التانية بتاعتي من البسكويت، وبجيب برضو البسكويته انزلها في اللبن ومشروب الشوكولاته، وبخلص كل الكميه بنفس الطريقه كده. عايزه اقول لكم ما ينفعش خالص نسيب البسكويت في اللبن فتره طويله، هو بس ثانيه بتطلع وبتنزل مش اكتر من كده، لان لو سيبناها هنلاقيها بقت مهريه تماما معانا. عايزه اقول لكم بقى انا مش من عشاق البسكويت، ولا اني اساسقه في الشاي باللبن او الحاجات زي ما الناس ما بتعمل. الصراحه انا مش من هوايتي الحاجات دي. لكن بجد اول مره احب البسكويت من غير كمان ما يتسقسق في حاجه، ولا من غير القالب ولا الكلام ده كله. عايزه اقول لكم كان طعمه خطير بجد، يعني بألف هنا وشفا. يا رب جربوه هتحبوه جدا جدا ان شاء الله.
كده خلصنا الطبقة بتاعتنا التانية من البسكويت، وهنزل بالكريمة. وانا هنا كان نفسي ان انا اعمل 3 طبقات من البسكويت، لكن على حسب ما قضت معايا الكريمة كملت، فكده تمام مفيش مشكلة خالص. وظبطنا الطبقة بتاعتنا التانية من الكريمة، وزي ما احنا ما شايفين يعني عمالة اجيب القالب يمين وشمال علشان يبقى مظبوط معايا ومتساوي كله ان شاء الله. تمام. طبعا بمنديل بقى كده، ونبدأ ان احنا نمسح الاحرف بتاعتنا زي ما متفقين. دايما لازم تبقى الحاجة اللي احنا بنستخدمها نظيفة تماما بعد ما نخلص شغل، وكمان حوالين مننا يبقى الدنيا نظيفة وتمام. يعني لما بنرتب الحاجة واحنا شغالين وبننظم حاجتنا اول باول، واللي نخلصه على طول نشيله من حوالين مننا، بجد ده بيساعدنا اكتر ان احنا نكمل شغل، ويعني نشتغل واحنا نفسنا مفتوحة، ما نبقاش حاسين ان فيها حاجات كتير جنب مننا كده. وبعد ما خلصت الكريمه بتاعتي وظبطتها وبقت تمام معايا، السبرينكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده دي كويرات الشوكولاته، بتدينا شكل حلو قوي قوي يا جماعه. فانا برصها بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده، رصيها بقى عادي جدا، وهقول لكم على اللي حصل دلوقتي واحنا شغالين. بجد بتدي طعم حلو قوي، وكمان اضافه مميزه جدا. ده بيتباع بالكيلو، في منها اكياس، لكن الاكياس بتكون غاليه الصراحه، وكمان ما كانتش متوفره عندي في المكان اللي انا فيه، فده بيتباع بالكيلو وطعمها لذيذ جدا. وهنا رصيتها بالشكل ده، تقدري تستخدمي اي نوع شوكولاته انتي حباها، ما فيش مشكله خالص. وبعد ما خلصت هنا وكانت الامور مستقره وتمام، ولادي قعدوا يقولوا لي لا زودي كمان، فرجعت زودت كمان خطوط من الكريمه من الشوكولاته زي ما احنا ما شايفين كده، فمليتها كلها كويرات الشوكولاته من على الوجه بالشكل ده. يا سلام. ومعايا هنا بقى الكاكاو الخام درجة فاتحة زي ما احنا ما شايفينها كده، مش الدرجة الغامقة. تقدري تستخدمي المحلى كمان لو انت حابة، لكن طبعا المحلى فيه سكر فبيديني لمعة غير اللي انا عايزاها. انا عايزة الدرجة دي بالظبط من الكاكاو. شايفين بقى ما شاء الله جميلة جدا، بغطي كل الوجه بتاعي بالكاكاو. تمام زي ما احنا ما شايفين كده، وشايفين كويرات الشوكولاتة اتغطت كلها بالكاكاو، شكلها بقى تحفة جدا. بندخلها التلاجة بس ساعتين مش اكتر من كده، ونبدأ ان احنا نقدمها سوا ان شاء الله. يعني للبنات المبتدئات او اللي لسه عرايس جداد ولسه بيدخلوا المطبخ لاول مرة، هينفذوا الوصفة دي بكل بساطة جدا، ومش هتاخد معاهم ولا وقت ولا مجهود، وهتبقى بسيطة جدا بالنسبة لهم ان شاء الله. ودي تنفع بقى في وقت الزنقات كده، حاجة انت عايزة تعمليها سريع سريع، بجد دي احلى وابسط حاجة ان شاء الله تعملوها. هنا لما جيت اشيل القالب مش عارفه كان ماسك معايا من الاحرف ليه، فحبيت ان انا يعني اسلكه بالسكينه بس كده بسيط. وده كده التارت بتاعنا او الكيك بتاعنا او الحلوى اللي احنا عملناها سوا النهارده. بس بجد عايزه اقول لكم طعمها كاني بالظبط بنعمل تارت كيك تورتايه تحفه جدا ما شاء الله. هنا بقول لكم لما نقطع بالسكينة في الاتجاه الأول ناخد بالنا كويس جدا نمسح السكينة قبل ما نقطع الاتجاه التاني. تمام يا حبايبي. وهنا بقى بالشكل ده، والقطعة بتاعتنا مميزة وجميلة جدا. كنت المفروض اقطعها من الوسط، بس الصراحة انا حبيت ان انا اقطعها كده. يلا بالهنا والشفا. وهنا القطعة بتاعتنا بقى من التارت بتاعنا النهاردة. انا مش عارفة اقول لكم عليه ايه، تارت ولا كيك، سموه زي ما انتم حابين تسموه. المهم ان الطريقة جميلة والطعم اجمل كتير جدا. او عايزة اقول لكم كمان خطوة الكاكاو دي اختياري، تقدروا تستغنوا عنها لو مش حابينها خالص. تمام يا حبايبي. وهنا بقى نبدأ ندوق. عايزة اقول لكم بقى، فاكرين لما قلت لكم في تشيز كيك المانجو كل قطمة حكاية؟ بجد اقسم بالله كل قطمة حاجة كده بتدوب في البق دوب. الف هنا والشفا يا رب. تسلم ايديكم مقدما يا حبايبي، وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب، اللهم امين. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم، ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.